أنا عمري ما هنسى الألم اللي خدته على وشي يوم نتيجة الإعدادية. كنت بخاف أغلط، مش عشان أنا مقتنعة أنه غلط، لكن عشان الضرب كان بيوجع. بس أوقات تانية كنت بعمل مصايب ولا من شاف ولا من دري. يلا نبدأ تاني حلقة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن الضرب والعنف والإهانة وأثرها على الطفل طول حياته. تيجي نسمع حكايات ضيوفنا؟ يلا بينا. اكتر مرة اتوجعت فيها في حياتي اما كذبت على بابا وما كنتش بروح الدرس، وكنت باخد الفلوس بخرج بيها مع اصحابي. ولما بابا اكتشف بالصدفة ضربني جامد جدا لدرجة انه كسر لي مناخيري، وعملت وقتها عملية صعبة جدا. كنتي بتفكري في إيه وقتها وحسيتي بإيه؟ اللي وجعني وقتها مش بس وجع الضرب والكسر، لكن انه ما سمعنيش وما فهمنيش انا ليه ما كنتش بروح الدرس، واشمعنى درس الرياضيات بالذات ان ما كنتش بروحه. والحقيقه ان ما كنتش بروح لان المدرسه كانت عنيفه جدا معايا وبتضربنا على اتفه الاسباب، واسلوبها كان صعب جدا. طيب إيه الرسالة اللي وصلت لك ساعتها منه؟ ان بابا مش بيحبني وان الفلوس عنده اهم مني. طيب وقررتي تعملي إيه؟ قررت ان اشتغل واصرف على نفسي عشان ما احتاجلوش ابدا، لدرجة اما كبرت كرهت الشغل والتعليم وجالي عقدة منه، وبعاني لحد دلوقتي من الوجع النفسي اللي جوايا، وكمان الوجع المزمن اللي حصل لي في مناخيري لحد ما كبرت. وللأسف كمان كنت بستخدم اسلوب الضرب مع ابني في الاول، لحد ما اكتشفت ان زود من سلوكيات الغلط بتاعته، وبقى يجيلي منه شكاوي كتير في المدرسة. وحاليا بحاول اتعلم واتحكم في ده واوقف ضرب عشان ما يتحولش لنفس معاناتي. وانا طفلة صغيرة كنت طفلة عنيدة جدا. ماما دايما كانت بتقولي ان انا اكتر واحدة تعبتها وانا صغيرة. كنت كل حاجة لازم افهمها واقتنع بيها، وجادلة واسئلة طول الوقت. البس ده ليه؟ ما البس ده ليه؟ ما انزلش دلوقتي ليه؟ الحقيقة افتكر انها كانت دايما بتجاوبني على اسئلتي وتحترم عقليتي جدا وبالهداوة. ما كانتش بتقول لا وخلاص، كانت معودانا على المناقشة والحوار، وكانت دايما معودانا انها تقول لنا ليه لا. حتى لما كانت بتتعب مني كانت بتقولي طب استني اهدى شوية وبعدين نرجع نتكلم. يعني مفيش ولا مرة خرجت كده عن شعورها وضربتك؟ ما افتكر لهاش ابدا انها عمرها ضربتني او حتى اهانتني، وده خلاني كبرت واثقة في نفسي. شخصيتي بقت قوية جدا، والحمد لله عرفت احقق اهدافي واللي بحلم بيه، وعلاقتي بيها قوية جدا. ودايما بقول ان اي حاجة وصلت لها ده كان بفضل امي اللي امنت بيا ودعمتني، وكانت بتحترم عقليتي طول عمرها. أمي بتحكي لي إن ابنها وهو صغير كان شقي جدا وحركي، وكان باباه بيضربه ضرب عنيف جدا وعلى أتفه الأسباب، لدرجة إنه مرة علقه في السقف. حتى الصلاة كان بيضربوا عليها وبيكدبوا دايما من قبل ما يتكلم، لحد ما اتعلم الكذب فعلا علشان يتفادى الضرب والإهانة، يتفادى العقاب اللي عمره ما كان على قد الغلطة. اتعلم المراوغة والملاوعة والتحايل، اتعلم يخبي، وكبر ما بقاش عارف يعمل أي حاجة صح في حياته، واختياراته كلها غلط، لأنه اتربى بالخوف مش بالتفاهم. فبقى كل همه إزاي يخرج من المشكلة بدل ما يحاول يواجهها، وبقى كله عقد نفسية واضطرابات ومش حاسس بنفسه. وبعد ما سمعنا القصص دي عن الضرب، محتاجين نقف وقفة صريحة ونقول الضرب مش بيربي، الضرب بيطلع شخص خايف مهزوز الشخصية ومعقد نفسيا، بيحاول طول الوقت يثبت نفسه بطرق مؤذية ليه ولغيره. العنف عمره ما يعلم الصح، بيعلم ازاي اهرب من العقاب، وبيعلم الكذب والتحايل ويموت الضمير. الاحترام ما بيطلعش من الخوف، بيطلع من علاقة آمنة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش فظا ولا غليظ القلب، وقال لنا في حديثه الشريف: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. محتاجين نفرق بين الحزم والعنف، التربية والتسلط. تعالوا نربي ولادنا يخافوا على زعلنا بدل ما يخافوا مننا، وخلينا فاكرين احنا أيوة ولاد امبارح، بس الوجع اللي حسناه عايش جوانا لحد النهاردة. والسؤال هنا لكل أب وأم: هل تحب ولادك يعيشوا نفس الوجع اللي انت عشته؟